وصفتي لليوم للناس اللي بتحب المهلبية. رح أعمل أنا وياكم أطيب حلا كؤوس تركية بطريقة جدا سهلة وطريقة تقديم جدا مميزة والطعم ولا غلطة. تعالوا شو كيف رح نعملها. للوصفة هون رح نحتاج لتر من الحليب السائل، ورح استخدم كمان هون كوب من سكر، ورح نحتاج من المكونات نص كوب من الطحين بالإضافة لربع كوب من النشا. بحركهم على البارد، وأول ما أشوف عندي هون الطحين والنشا ذابوا بحط الطنجرة على الغاز، ورح أنزل هون من المطيبات معلقة صغيرة من الفانيلا البودرة. وأول ما يثقل عندي هون الخليط ويغلى بنزل 50 جرام من الزبدة، وأول ما تذوب عنا الزبدة بنطفي الغاز، وبهيك عنا المهلبية صارت جاهزة. بالنسبة للوصفة هون راح استخدم كاسات يكونوا عندي شوية طوال، وراح احط فيهم مي. هاي المي هي راح تشكل عندي طبقة عازلة بين المهلبية والكاسة. راح اتركهم هون يبردوا بدرجة حرارة المطبخ، بعديها بدخلهم الثلاجة ولازم يبردوا عنا تماما. هلا هون كيف رح نطلعها؟ طبعا بنضلنا نقلب بالكاسة حتى اشوف عندي المهلبية فصلت عن القزاز. طبعا المي رح تساعدكم كثير. رح انزلها هون بصحن فيه، رح اقلبهم. طبعا رح اقطعهم بالحجم اللي انا بدي اياه، وبقلبهم كثير منيح بجوز الهند، وبحطهم بصحن التقديم. وقت التقديم هون رح احط على الوجه صوص الشوكولاتة، وبزينها بالدمها، والف صحة وعافية.